في قرية صغيرة تعبت الأم العجوز، فأخدها ابنها للمستشفى وسابها هناك، وبعدين سافر عشان يشتغل في المدينة، ورجع بعد مدة لبيته في القرية. الجيران سألوه عن أمه، قال لهم إنها ماتت وإن هو دفنها. بعد فترة واحد من الجيران راح علشان يزور واحدة قريبة ليه مريضة في المستشفى، بص لقى أم الشاب جارهم اللي قال إنها ماتت في نفس الأوضة اللي قريبته فيها، فسألها وقال لها هو أنت فلانة أم فلان؟ قالت له أيوة. قال لها مين جابك هنا؟ قالت له ابني جابني هنا من سنتين وما شفتهوش من ساعتها وما جاش تاني، انا خايفه يكون حصل له حاجه. قام الجار عمل لها اجراءات الخروج ورجع بيها للقريه، وبعدين عمل وليمه كبيره عزم فيها كل اهل القريه خاصه ابن المراه العجوز. وبعدين وهم في الوليمه بص للشاب وساله عن امه، قام قال له ما انا قلت لكم ان هي ماتت من سنتين ودفنتها. قام الراجل دخل نادى على ام الولد وجابها قدام الناس وقال له هي دي امك يا فلان؟ وبص للام وقال لها هو ده ابنك يا حاجه ام فلان؟ فاتصدم الابن العاق ومعرفش يرد، والام واقفة مذهولة من كلام ابنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث.